ازاي اتخطى الاذى النفسي اللي سببه لي هو واهله وراح خطب بعدها على طول لدرجه اني بقيت اخاف اخرج عشان ما اقابلهم. طيب عشان نقدر تعرفي ازاي تتخطي الاذى اللي انت بتمر بيه، محتاجه تعرفي ايه هو الاذى اصلا اللي انت بتمر بيه. وكون ان انت مش قادره تقابليهم علشان هو خطب بعدك بفتره قليله من وجهه نظرك، فهنا النقطه كلها في انك انت كنت متوقعه ان هو ما يخطبش بعدك بالفتره القليله دي، في حين انا دايما لما بسال ايه هي الفتره القليله بلاقيها ان هي في حدود شهور. طيب مين قال ان شهور دي حاجه قليله؟ قليله بالنسبه لمين؟ عرفنا منين؟ عشان انت لسه ما تخططيش العلاقه، فانت مفترضه ان هو مفروض يعاني زيك زي ما انت بتعاني، والا ما كانش اصلا يكون كان بيحبك من الاول. على افتراض ان انت الكتالوج، لو انت مش عارفه تتخطي علشان انت لسه العلاقه بالنسبه لك مهمه، يبقى هو كمان لو العلاقه دي مهمه بالنسبه له كان بيحبك فعلا، يبقى لازم يبقى بيعاني زيك. مش شرط. ممكن يكون كان فعلا صادق معاكي وكان بيحبك والعلاقه كانت صادقه، ان هو تقبل ان العلاقه انتهت وشاف ان خلاص ده اللي حصل، وهو مقتنع ان العلاقه الافضل انها تنتهي، وابتدى ان هو يشوف حياته، يبتدي يدور على شريك حياه جديد. ممكن يقابله في فتره قليله، ممكن. ليه؟ لانه اخذ خبره معاكي، اخذ خبره في ان هو عايز ايه، ايه اللي هو مش عايزه، ايه اللي بيتعب منه. فالخبره اللي كونها في العلاقه اللي معاكي ساعدته ان هو يعرف يختار الشريك الحياه المناسب بسرعه. طيب ممكن يكون كان بيخدعك كل الفتره دي، وارد. كل ده وارد، بس السؤال تفرق معاك في ايه؟ انت مالك؟ هو مش العلاقه انتهت؟ الموضوع خلص؟ هي دي بقى المشكله، ان الموضوع لسه ما خلصش جواكي، وهو ده الاذى. الاذى ان انت عندك ازدواجيه في التفكير. الواقع بيقول ان العلاقه انتهت، بس انت رافضه الواقع وتقولي لا، العلاقه لسه ما انتهتش، وانا لسه متعلقه بيه، وانا لسه عايزاه، وانا لسه وحشني، وانا لسه مش عارف ايه. كل الكلام اللي انت بتقعدي تقوليه لنفسك ان انت رافضه الواقع ومش عايز تقبليه زي ما هو، انه العلاقه انتهت والعلاقه خلصت، وايا كان اللي فيها خلص وانتهى، وان انت محتاجه تشوفي مستقبلك وحياتك ومحتاجه تتعلمي من العلاقه دي عشان تعرفي تختاري الشخص المناسب ليكي بعد كده، والا هتقعي في نفس الاخطاء. فعشان تتجاوزي الاذى ده، تتقبلي ان العلاقه انتهت، تتعلمي منها وتسيبيها وتشوفي مستقبلك. هو ده بس اللي انت محتاجاه.